طبعا انت كل ما تشوفي سيرم مكسر الدنيا على السوشيال ميديا تروحي تشتريه، بعدها ترجعي بشرتك تتبهدل ويطلع لك حبوب وتبقي مش عارفه السبب ايه، رغم ان البنت اللي في الفيديو مأكده لك ان السيرم ده سحري وبيصلح كل مشاكل البشره. تعالي اقول لك الفخ العلمي اللي بنقع فيه كلنا. علميا مفيش حاجه اصلا اسمها سيرم بينفع الكل. السوشيال ميديا بتلعب على سيكولوجيه FOMO او الخوف ان يفوتك الترند، فبتشتري سيرم تقيل ومغذي لمجرد انك شفتي بنت بشرتها جافه بتمدح فيه وانت اساسا بشرتك دهنيه. الدراسات الجلديه بتقول ان 80% من مشاكل الحبوب تحت الجلد بتظهر بسبب ان البنات بتدخل منتجات قويه في روتينها مره واحده، او منتجات مش مناسبه اصلا لنوع بشرتها لمجرد المحاكاه والتجربه زي ما باقي البنات بيجربوا، وده طبعا بيدمر حاجز البشره وبيدمر بشرتك مع الوقت. وطبعا بتروحي تدفعي فلوس بضعف المنتج عشان تعالجي بشرتك. الصح والموثوق فعلا منه ان روتينك يتفصل على مقاس بشرتك انتي، مش على مقاس روتين البنت اللي طالعه في الفيديو وتقولك قد ايه المنتج ده تحفه. نضارة تيجي من ثبات على روتينك المناسب ليكي، مش من كتر المنتجات. وفري فلوسك وافهمي بشرتك صح، وعلشان تكوني دايما شيكه بلاش ارجوكي تجري ورا الترند. تابعي الفيديو هنا علشان نفهم كيمياء بشرتنا صح ونوفر فلوسنا.